أهله قالوا لنا أنتوا مش من مستوانا. أنا وزوجتي تعبنا طول عمرنا، عندنا مزرعة بنشتغل فيها، ما كانش عندنا كتير، بس قررنا إن ولادنا يعيشوا حياة أحسن مننا. لما ابني طارق خلص الكلية وكان هيحضر نفسه عشان يبدأ شغل في القاهرة، أخدنا قرار، اشترينا له بيت عشان يكون قريب من شغله. كل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما ظهرت بسمة. في الأول كانت بنت هادية ومؤدبة، اتخطبوا وبدأوا يجهزوا للفرح بسرعة، وفي يوم عزومة في بيت أهلها سافرنا مخصوص عشان نتعرف على عيلتها، أبوها وأمها وأختين ليها. في الأول كل حاجة كانت تمام، قاعدين كلنا بنتكلم عن الفرح، وفجأة زوجتي دخلت جوه البيت ورجعت بعد 10 دقايق ودموعها في عينها، وبنتي وراها ماسكة شنطتها وقافلة وشها وقالت لي يلا نمشي من هنا حالا. ما رضتش تتكلم إلا لما بقينا في نص الطريق. اللي حصل إن زوجتي وهي جوه سمعت أم بسمة بتتكلم في المطبخ وبتقول لبناتها إنها مش مصدقة إن بنتهم هتتجوز واحد من عيلة زي دي، وإننا مش من مستواهم، ووجودنا في الفرح هيكون إحراج ليهم. وكانت بسمة موافقة أمها وقالت لها إنها اتكلمت مع طارق وهو وافق إننا ما نحضرش الفرح. بنتي لما سمعت كده واجهتهم، بس بسمة بكل بجاحة قالت لها دي أمور عائلية ويا ريت تخرجي بره بيتنا. ما عرفتش أنام ليلتها، أقول لنفسي أكيد في سوء فهم، ابني مش ممكن يعمل كده بعد كل اللي عملناه عشانه. بس تاني يوم الصبح لما كلمته وسألته سكت، والسكوت ده كان كفاية بالنسبة لي. قال لي الموضوع معقد، عيلتها من طبقة معينة ومش هيكونوا مستريحين بوجودكم. ما زعقتش ولا اتناقشت، قلت له تمام وقفلت السكة. في اليوم اللي بعده أخدت عربيتي وسافرت له. لما وصلت لقيت عربيتين مركونين في المدخل، دخلت من غير ما أخبط. ما هو بيتي. لقيت أم بسمة وأبوها قاعدين في الصالة وأخواتها في المطبخ. أم بسمة أول ما شافتني وقفت وقالت بثقة أنت إيه اللي جابك هنا؟ ده بقى بيتنا خلاص. بصيت حواليا وقلت لها في الحقيقة ده بيتي أنا، اسمي مكتوب في العقد وأنا اللي بدفع أقساطه. بنتك وابني ما يملكوش فيه شبر واحد، وعايزكم كلكم برة البيت ده قبل ما اتصل بالشرطة. ضحكوا في الأول، افتكروني بهزر، بس لما وريتهم عاد البيت وعليه اسمي السكوت ساد المكان. بصيت لوالد بسمة وقلت له انت ربيت بنتك تفتكر انها احسن من عيلتي، دلوقتي خدها وربيها في مكان تاني. بالليل طارق كلمني وهو بيصرخ انت مش من حقك تبيع بيتي. قلت له عمره ما كان بيتك، انت كنت عايش فيه عشان انا بحبك، بس الحب مش معناه اني اتهان عشانك. انت كان قدامك اختيار واخترته، فتحمل نتيجة اختيارك. حاول يعتذر ويقول ان اهلها ضغطوا عليه وما كانش يقصد، بس خلاص قررت ابيع البيت وجالي منه مكسب كبير. واخر حاجة سمعتها ان الفرح اتأجل واحتمال كبير ما يحصلش.